السلام عليكم. رح نبتدي اليوم بأفكار زينة رمضان وديكور رمضان. أنا متحمسة كتير، في أفكار كتير حلوة رح تنزل على القناة، وكلها أشياء بسيطة وأشياء موجودة بالبيت. أول شي بنصحكم دائما إنه تتفرجوا كتير على الأفكار الموجودة في الموبايل، الأشياء الجاهزة، حتى نقدر نقلدها بأي طريقة ممكنة. هلأ أنا شفت هدول الموديلات وحبيت أقلدهم، ولو ما رح يكونوا أكيد شبه بالمية مية حسب القطع الموجودة عندي. رح يلزمنا هو المطربانات، فممكن يكون عندكم مطربانات شكلهم أحلى يعملوا موديل أحلى. عن جد المواد اللي رح تلزمنا جدا بسيطة، هي بس مطربانات، ورح نشوف المواد التانية بالفيديو. رح يلزمنا ورق لاصق أي لون أي موديل أي شكل، ما هي مشكلة أبدا. رح أرسم أول شي شكل الباب كتير بسيط. وهذا المطربان التاني كمان رح نحط الباب، وهلأ كمان قصيت معينات رح ألزقهم. في فيديوهين على القناة كنت نزلتهم السنة الماضية والسنة اللي قبلها، كنا عملنا مسجد كمان كان فيه تفاصيل حلوة، الشبابيك والباب. رح اترك لكم الرابط في صندوق الوصف حتى تشوفون. بعد ما لصقنا كل الملصقات اللي عملناها مع بعض، رح نبدأ بدهين المطربانات. هلأ ممكن تدهنوها أو ممكن تستخدموا سبراي بخاخ. أنا رح أدهنهم بواسطة اسفنجة بطريقة الطبطبة. رح أطبطب طبطبة على المطربان حتى يعطيني هذا الشكل. طبعا علبة الدهان جيبوا أصغر علبة موجودة عند البائع، أصغر علبة موجودة بتكفي طبعا، ورح يزيد منها أكيد. هلأ بعد ما نشفوا المطربانات عندي وتأكدت انه نشفوا بالمية مية، في عندي هذا القلم. انا كنت شاريته من المكتبة، كمان سعره جدا بسيط حوالي 13 جنيه. ممكن تجيبوه من اي مكتبة، في الوان كتير منه. طبعا انا هون استخدمت الذهبي، ورح احدد مكان اللاصق، دور مدارات اللاصق. وهلأ بدي افكه. عشان هيك قلت لكم اي لون ممكن اي لاصق موجود عندكم ممكن تستخدموه، لانه هيك رح نقلعه. لاحظوا الشكل قديش طلع جميل رائع. ممكن هون بقى نحط مثل نقط بشكل عشوائي. عن جد كتير كتير طلعت حلوة، وعلى الواقع لسه أحلى بكتير بكتير. ومثل ما لكم شايفين يعني المواد اللي استخدمتها جدا بسيطة. يعني المطربان بيكون موجود عنا،
بالبيت. يعني الدهان سعره بسيط، وكمان القلم الذهبي كمان سعره بسيط جدا. هلأ بدي أحط المأذنة. عندي مسبحة قديمة فاستخدمت القطع الكبيرة اللي بتكون موجودة في المسبحة، وبعد هيك كنت أقص الهلال فرح ألزقه كمان بهذا الشكل. كمان رح ألونه بالذهبي. بعد ما نتأكد إنه المطربانات نشفوا تماما والألوان نشفت، ممكن نستخدم الإضاءة جواتهم. يعني ممكن تكون الإضاءة شمعة بالبطاريات أو ليدات بالبطاريات حسب الموجود عندكم. رح أحط المطربانات فوق بعض، وهيك كانت النتيجة النهائية. عن جد كتير كتير حلوين، وعلى الواقع أحلى بكتير من الصور. مميزات وفكرة جديدة وحلوة. أنا حبيتهم كتير، بتمنى تكونوا حبيتوهم. إذا حبيتوهم اعملوا لي لايك للفيديو واشتركوا في القناة وفعلوا زر الجرس لتصلكم دائما كل الفيديوهات الجديدة. وأفكار رمضان مكملة معنا في فيديوهات كتير حلوة إن شاء الله. بشكركم من كل قلبي على حسن المتابعة.